تشاهدون في هذا الفيديو تحليل الإعلام المصري لتصريحات سفين فان دي بروك وخبر حصري حول السوبر الإفريقي والشركة الإيطالية المنظمة لدوري السوبر الإفريقي، وعدد كبير من المسؤولين سيحضرون النهائي بالمغرب. فرجة ممتعة. عايز اكد برضه على نقطه مهمه. يمكن توفيق اتكلم على ان الاهلي كسب الوداد قبل كده في المغرب، مش مره واحده، مره ومرتين. بس طبعا الناس مش متذكره 2020 لان كانت مباراه بدون جمهور، لكن 2016 انا حضرتها وكنت موجود في ملعب مولاي عبد الله في الرباط، وكان ما يقرب من حوالي 60,000 متفرج. عدد الجماهير على فكره في ملعب مولاي عبد الله في الرباط اكتر، لان مساحه الملعب هناك اكبر من مركب محمد الخامس، والملعب كان ممتلئ عن اخره، ما يقرب من حوالي 60,000 متفرج. وساعتها الاهلي كان بيقوده الهولندي مارتن يول، وقدر الاهلي يكسب بهدف مقابل لا شيء لرامي ربيعه، وكانت مباراه فاصله وحاسمه للاهلي عشان لو عايز يكمل منافسه في دور المجموعات. فبالتالي انت ما عندكش صعوبه، تقدر تكسب الوداد في حضور جمهور او عدم حضور جمهور. الجمهور مش هينزل يلعب، الجمهور بيشجع بيساند، بيعمل زئير في المدرجات وصوته بيبقى عالي. والشناوي قبل كده اتكلم في الجزئيه دي وقال يا جماعه الجمهور بيبقى موجود وبيعمل دعم وحماس وكل حاجه للفريق المنافس، بس مش هينزل يلعب. فبالتالي النقطه دي مهمه جدا. الاهلي رايح، المنافس هو اللي بيبقى خايف من الاهلي، الاهلي هو الاهلي بيحاول وبيلعب وبينافس وبيلعب في اخر 7 سنين 6 نهائيات. فالاهلي رايح فارض كلمته ومتقدم وفايز. وعايز اقول نقطه كمان مهمه جدا، مش هتسمعوا اي حد فينا بيتكلم عن التحكيم، لا على اللي فات ولا على اللي جاي، لان احنا هنركز في الملعب وبس. انت لو في حالتك ومركز في الملعب، والله لو رضوان جيد هو حكم المباراه برضو الاهلي هيكسب. لو 11 لاعب في الملعب مركزين وعايزين يكسبوا هيكسبوا. المباراه السابقه رغم ان البعض بيتكلم على وجود اخطاء واختلفت الاراء ما بين المحللين، ولكن الاهلي قدر يكسب 2، ولولا الهفوه في النهايه دخل جون، بس كان ممكن تكسب 2 اكتر من 2 كمان، تقدر تجيب الثالث والرابع لو في تركيز شويه في احراز الاهداف. نفس الامر هناك، مش هنتكلم عن اي امور ثانيه، تركيزنا على المباراه بس، تركيزنا على ال 90 دقيقه بس. وهناك بالمناسبه التركيز يبقى في الملعب اكتر، لان ده هيساعدك انك تهيئ نفسك للمباراه بشكل اكبر وبشكل افضل. الحاجه الثانيه، ودي انا اشتغلت عليها على مدار يومين 3، ودي لازم اكدها من خلال برضو برنامج الترند، لان اتناقشت بشكل عام في الساعات الاخيره. مجرد ما نشرت خبر واكدت ان يا جماعه ان الحكم الاثيوبي بمملكه سيما مكمل، والاخبار اللي طلعت والشائعات اللي طلعت انه هيعتزل فور المباراه النهائيه هناك في المغرب، ده كان كلام مش مؤكد. وبالفعل على مدار يومين 3 اتصلت بمصادر عديده جدا الى ان تاكدت بشكل رسمي ان الراجل مستمر على الاقل حتى نهايه موسم 2024، لانه مضى عقد احتراف مع الاتحاد الافريقي، والعقد ده براتب شهري. وعرفت تفاصيل اكتر ان الراجل حتى لو مش حابب يكمل في نهايه مدته في 2026، على الاقل هو مستمر لغايه السنه الجايه، لان الراجل لسه ما تمش ال 43 سنه، والراجل عنده طموح انه يكون موجود في كاس العالم 2026. واختياره للمباراه النهائيه دي مش فكره تكريمه عشان هيعتزل، فكره تكريمه لانه ما راحش كاس العالم، لان الكاف كان عايز يروح كاس العالم ورشحه لكاس العالم، ولكن الفيفا هو اللي اختار حكام تانيين اللي هم دلوقتي قاعدين في البيت خرجوا من الصوره تماما. ابرزهم بكاري جسامه، ابرزهم السنغالي ماجيت نداي. فبمملكه سيما حكم المباراه، لا هنتكلم على اللي فات ولا على اللي جاي، احنا هنركز في الماتش وبس. وده اللي اتقال للعيبه، وده اللي اتقال للجهاز الفني، ودي الرسائل المهمه جدا اللي كانت مهمه توصل للعيبه والجهاز الفني في اول مران عقب العوده من الاجازه او الراحه السلبيه بعد مباراه الوداد. على طول نقفل الصفحه ونركز في اللي جاي، ودي نقط مهمه جدا، نقط مهمه جدا عشان نركز في اللي جاي ونركز في ال 90 دقيقه، لان طول ما انت مركز في الملعب هتكسب وهتلعب. وكلنا عندنا تفاؤل ان الاهلي زي ما كسب ذهابا هيكسب ايابا. طيب بمناسبه لقاء الاياب، سيفن فاندر بروك المدرب البلجيكي لنادي الوداد كان في لقاء ليه اجري قبل لقاء الذهاب، يعني قبل مباراه القاهره اللي انتهت بفوز الاهلي 2-1، كانت الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي اجرى لقاء معاه واتكلم في تفاصيل كتير، وفي مفاهيم برضه اتشرحت غلط، لان هو اتسال على فكره الخبره، مين خبره اكتر في المسابقات الافريقيه. فالراجل قال انا اشتغلت في افريقيا كتير، اشتغل مع سيمبا، اشتغل مع الجيش الملكي، اشتغل مع كمان منتخب الكاميرون، كولر اول سنه ليه مع الاهلي، فاتكلم في الحته دي. لكن في النهايه اكد على نقطه مهمه هتسمعوها وتشوفوها في هذا اللقاء. لديه ميزه ان كولر خبرات اكبر في السن، اشتغل في فترات طويله جدا، ولكن على فكره
التواجد في افريقيا مش شرط اللي انت اشتغلت مع الكاميرون والجيش الملكي وسيمبا وحاليا مع الوداد اللي انت ممكن تكسر الدنيا. انا اتذكر في اول سنه لمانويل جوزيه مع الاهلي 2001 فاز بدوري ابطال افريقيا. في اول سنه لمانويل جوزيه فاز بدوري ابطال افريقيا. في اول سنه لفايلر مدرب النادي الاهلي كسب بيتسو موسيماني اللي كسب دوري ابطال افريقيا في 2016 على حساب الزمالك بثلاثيه في جنوب افريقيا. فهي الفكره، هي الكره الافريقيه ايه الخبرات اللي انت ممكن تحتاجها؟ انك تعرف الاجواء، انك تعرف حاله الطقس، الملاعب، ايه الخطه الفنيه اللي ممكن تلعبها خارج ارضك مختلفه عن داخل ارضك، لان في اوروبا مفيش فرق بين داخل وخارج. الجو في اوروبا كله والملاعب الاوروبيه كلها شبه بعض، لكن في افريقيا لا، القصه مختلفه. انك لما بتلعب في مصر وتونس والجزائر غير لما بتلعب في تنزانيا وكينيا والجابون والكونغو، الموضوع مختلف. كولر استفاد بالفتره اللي فاتت، وشفنا نتائج الاهلي بعد لقاء سان داونز اللي كان في بريتوريا، ازاي قدر يروح الكاميرون ويكسب القطن الكاميروني رباعيه، ومن وقتها لغايه الفاينل ما دخلش مرمى ولا هدف سوى الهدف اللي احرز في الثواني الاخيره او الدقائق الاخيره من لقاء الوداد. فالخبرات اصبحت موجوده، ولكن الخبرات الاكبر لمدرب فني اوروبي زي كولر لا تتخطى بكتير قوي المدرب البلجيكي اللي دايما بيتكلم كتير. وانا بصراحه على المستوى الشخصي يعني بفرح جدا وبسعد كل ما بيتكلم كتير، لان الكلام الكتير داخل الملعب بيبقى شغل قليل. عموما دي كانت نقطه مهمه عايز اتكلم عليها عشان السوشيال ميديا برضو تناولت التصريحات، وكان مهم جدا نوضح ايه اللي اتقال ما بين السطور في التصريحات. طيب على بركه الله تغادر بعثه فريق النادي الاهلي غدا باذن الله استعدادا لمواجهه الوداد يوم الاحد المقبل. النهارده سافر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره والكابتن سمير عدلي المدير الاداري للتحضير لكل الاجراءات والترتيبات الخاصه برحله الاياب والعوده في لقاء الوداد باذن الله. يمكن الفريق ان شاء الله يسافر بكره، هتبقى فكره التدريبات هناك على مدار يومين بس، يوم الجمعه على ملعب العربي الزوالي اللي اتدرب عليه الاهلي قبل كده في كل المناسبات السابقه لما بيشارك في اي مباراه افريقيه في المغرب سواء مع الرجاء او الوداد، والتدريب الاخير هيكون على ملعب مركب محمد الخامس في استاد مركب محمد الخامس في كازابلانكا باذن الله. عايز اتكلم على نقطه مهمه جدا متعلقه بالترتيبات الخاصه بفعاليات الاتحاد الافريقي للمباراه النهائيه. يمكن تحدد بشكل رسمي يوم الخميس اللقاءات الاعلاميه زي ما اتنظمت في لقاء الذهاب في القاهره هتتنظم ايضا في لقاء العوده. اللقاءات الاعلاميه هتكون يوم الخميس الساعه 9. 5 لاعبين من نادي الوداد هيلقوا بيه او هيتحدثوا عن لقاء العوده، وهيبقى فيه تصريحات مهمه جدا عن مباراه العوده بخصوص مباراتهم مع الاهلي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. 5 لاعبين هيكونوا موجودين في منطقه اعلاميه في مجمع محمد السادس في الرباط يوم الخميس الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، وبالتالي ده الاوبن ميديا داي اللي هيتنظم لنادي الوداد. تحدد خلاص يوم الخميس الساعه 9 مساء في مجمع محمد السادس في الرباط. 5 لعيبه هيتكلموا، غالبا طبعا نفس اللعيبه اللي كانت موجوده في لقاء الذهاب، يحيى جبران ويحيى عطيه الله ورضا الجعدي، ممكن كمان يكون يوسف المطيع. كل ده هنشوفه اكيد يوم الخميس في اللقاءات الاعلاميه. تحدد يوم الجمعه اللقاءات الاعلاميه بلاعبي النادي الاهلي. 5 لاعبين من لاعبي النادي الاهلي سيتحدثون ويعني في لقاءات اعلاميه وصحفيه مع كل وسائل الاعلام يوم الجمعه الساعه 8:30 مساء بتوقيت القاهره. كل التوقيتات اللي بقولها دي بتوقيت القاهره. يوم الجمعه 8:30 مساء بتوقيت القاهره هيبقى في لقاءات اعلاميه مع 5 لاعبين من النادي الاهلي للحديث عن لقاء العوده امام نادي الوداد. المؤتمر الصحفي تحدد رسميا إقامة المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي يوم السبت المقبل على مركب في قاعة المؤتمرات الصحفية في مركب محمد الخامس الساعة 1:30 الظهر بحضور السويسري مارسيل كولر ومعه محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي وحارس مرمى الفريق. المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الوداد هيكون الساعة 2 الظهر في نفس القاعة، قاعة المؤتمرات الصحفية في مجمع أو مركب محمد الخامس، وهيحضر المؤتمر الصحفي سيفن فاندر بروك المدير الفني البلجيكي لنادي الوداد، ومعاه يحيى جبران كابتن فريق نادي الوداد. إذا المؤتمر الأهلي 1:30 يوم السبت، مؤتمر الوداد على طول بعديه الساعة 2 الظهر. التدريبات تحدد رسميا نادي الوداد هيتمرن على مركب محمد الخامس ملعب المباراة يوم السبت الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، فيما سيتدرب النادي الأهلي على ملعب المباراة مركب محمد الخامس الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وده نفس توقيت ملعب المباراة طبقا للوائح المنظمة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، إن الفريق الضيف بيتمرن على ملعب المباراة في نفس توقيت ميعاد المباراة في اليوم التالي. طيب دي جزئية مهمة جدا متعلقة بالفعاليات اللي هينظمها الاتحاد الإفريقي
ويوم الخميس ان شاء الله هيكون في حضور مهم جدا للعديد من مسؤولي الكاف، ورئيس الاتحاد الافريقي هيصل عصر السبت الى المغرب عشان يكون موجود في لقاء يوم الاحد. حضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي حتى هذه اللحظه غير مؤكد، لان هو حاليا مرتبط بكاس العالم للشباب في الارجنتين، وفكره السفر من الارجنتين الى المغرب هتاخد معدل سفر يعني توقيت كبير جدا بيقترب من حوالي 10 ساعات، فلسه مش محدد او ما فيش معلومه مؤكده ان رئيس الاتحاد الدولي هيحضر المباراه النهائيه ولا لا. هيتحدد ده بالكتير ان شاء الله بكره في ضمن البرامج او البرنامج المعد من الجامعه الملكيه مع الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي هو اللي بينظم المباراه النهائيه اللي هيتم فيها تسليم الكاس وميداليات المركز الاول والوصيف، ونتمنى يا رب باذن الله يكون النادي الاهلي صاحب النصيب في الفوز بالبطوله والميداليه الذهبيه والفوز بدوري ابطال افريقيا. دي الجزئيه المتعلقه بالفعاليات وتنظيم الاتحاد الافريقي. من ضمن المفاجآت اللي عايز اعلن عنها النهارده ان الشركه الايطاليه المنظمه لدوري السوبر والمسؤولين عن دوري السوبر الافريقي اللي هينطلق باذن الله يوم 20 اكتوبر هيكونوا موجودين في المغرب وهيحضروا المباراه النهائيه من الملعب عشان هيعملوا تصور مهم جدا على هذه المباراه، لانها شبيهه بالاجواء اللي ممكن تكون في دوري السوبر لما يتنظم في الفتره من 20 اكتوبر ل 13 نوفمبر المقبل. وبالتالي المباراه دي هيحضرها كمان مسؤولين بارزين من الشركه الايطاليه المنظمه لدوري السوبر، وايضا عدد كبير جدا من القيادات المتعلقه بتنظيم هذه المسابقه عشان يشوفوا فعاليات هذا النهائي خلال الفتره اللي جايه. طيب النادي الاهلي بيستعد ازاي؟ النادي الاهلي امبارح كانت فيه راحه، وعقب مباراه الوداد كان فيه تدريب على طول للفريق في اليوم التالي، لكن النهارده نقدر نقول بدايه الاستعدادات الرسميه. كل اللاعبين بالكامل هتكون في المران الجماعي، والحمد لله يمكن قائمه الاصابات نقدر نقول يعني خلت بنسبه كبيره من معظم اللاعبين اللي كانوا اشتكوا من بعض الاجهادات او استبعدوا بسبب الاصابه في الفتره الاخيره، ابرزهم مثلا محمد الشناوي ورامي ربيعه والعديد من اللاعبين.